اليوم غنهضروا على واحد من أخطر المواضيع اللي كتهدد استقرار العالم دابا، مضيق هرمز. واش فراسكم بلي المفاوضات بين الميريكان وإيران وصلت لواحد الحيط مسدود؟ إدارة ترامب كتحاول بجميع الوسائل تفتح هذا الممر المائي، ولكن طهران وعبر وزير خارجيتها عباس عراقجي حطوا الفيتو وقالوا لا مقايضة. اليوم غنفكو هاد اللغز ونشوفو شكون اللي كيربح الوقت وشكون اللي كيغامر بمستقبل المنطقة. حسب آخر تقارير من وول ستريت جورنال، واشنطن عرضات على إيران هدنة مؤقتة مقابل فتح المضيق، يعني غنحبسو الصداع شوية ونخليو البترول يدوز ومريضنا ما عنده باس. ولكن الرد الإيراني كان حازم: مضيق هرمز ماشي حانوت للمساومة. هنا طهران عارفة باللي هاد الهدنة هي غير استراحة محارب الامريكان باش تعاود ترتب الأوراق الجوية والبحرية ديالها. داكشي علاش إيران متمسكة بمطالبها كاملة، يا إما اتفاق شامل كيضمن السيادة ديالها، يا إما يبقى العالم كله كيتسنى في عنق الزجاجة ديال الطاقة. الجديد والخطير هو أن اللهجة ديال ترامب طلعت لواحد المستوى غير مسبوق. التقارير كتقول باللي كاين تهديد مباشر باستهداف عسكري للمنشآت الحيوية في إيران، يعني ضرب مراكز الطاقة والنفط وحتى المواقع الحساسة بحال الجسور، باش يهرس الأعصاب ديال الدولة ويبزز عليها دجلس للطابلة وتهبط كواريها. ومن جهتها إيران ردات باللي أي تحرك عسكري كيعني رد مزلزل غيخليها تستهدف القواعد في المحيط وتسد المضيق بصفة نهائية. يعني العالم قدام سيناريو عليا وعلى أعدائي، خيار شمشون. وهنا كيدخل الخيط الأبيض: تركيا، مصر وباكستان دايرين دابا واحد التحركات مكوكية. وزراء الخارجية ديال هاد الدول كيطيروا بين طهران وواشنطن باش يلقاو شي مخرج، وبالخصوص باكستان اللي كتلعب دور وسيط فوق هاد الصفيح الساخن، حيت عارفة باللي أي انفجار تما غتكون عنده تبعات أمنية خطيرة على حدودها وعلى المنطقة كاملة. لهذا كيحاولوا يقنعوا عباس عراقجي ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف باش يلقاو أرض محايدة للحوار بحال إسطنبول ولا الدوحة. وخا كاين واحد التحفظ قطري مفاجئ زاد عقد المأمورية. قطر خايفة باللي إلا فشلت الوساطة هاد المرة غادي تحسب عليها باللي هي اللي عطات الضوء الأخضر للصدام. داكشي علاش باغا تبعد من البلا شوية وتخلي دول كبار بحال تركيا وباكستان في المواجهة. إدارة ترامب الجديدة خاصة ستيف ويتكوف جاية بمنطق اللي ماشي معانا ضدنا، وهادشي كيخلي قطر تحفظ باش متبانش باللي كتجامل إيران على حساب أمريكان. ترامب كيعول على سياسة الضغط الأقصى، وإيران كتعول على النفس الطويل وتهديد إمدادات الطاقة العالمية. وبالمناسبة اليوم خرجت حشود من الشعب الإيراني ومشاو لبعض الجسور وبعض محطات الطاقة، ولسان حالهم كيقول لترامب: إلا كنتي غادي تستهدف هذه المنشآت بدا بينا حتى حنا. المهم السؤال هو: شكون اللي غادي يرمش الأول؟ واش غتنجح الدبلوماسية الباكستانية والتركية في تليين المواقف، ولا الميدان هو اللي غادي يحسم هذا الصدام؟ في نظركم الخوت، واش تهديدات ترامب هي ضغط سياسي ولا حنا فعلا على أبواب مواجهة؟ واش كتشوفوا باللي باكستان قادرة تبرد هذه العافية؟ ما تنساوش تخليونا آراءكم في صندوق التعليقات، بارطاجيو المقطع باش يوصل للجميع، وتابوناو في الصفحة باش تبقاو متبعين هاد التطورات لحظة بلحظة. كان معكم عبد المطلب، وتهلاو.